تعالى كده نتكلم على حاجة أنا بتسأل عليها كتير في معرض تنسيق الأنتريهات. إزاي نعرف ننسق أنتريه؟ إزاي أعرف أوظفه في الشقة؟ يجي عميل يجي يقول لي أنا معايا صورة جايبها من أي منتدى، جايبها من أي ويب سايت، وليكن موديل زي دوت. باشمهندس أنا عايز دوت بنفس الكيفية، بنفس الألوان، بنفس كل حاجة. نيجي نحطها في شقة العميل وليكن بالشكل دوت. بعد ما نسقناها، طب إحنا نفذنا الشكل دوت إزاي؟ أخدت الجزء الكتير هو أزرق أو الكحليات، أخدت كنبة بس بيج، أخدت الكنبة البيج مادام قللتها بالتالي في حطيتها في الستارة بتاعتي، ومادام أخدت هنا الكحلي أخدت السجادة بتاعتي كلها بيجات بس فيها لقطات صغيرة جدا من الكحلي، وعملت نفس الكحليات موجودة في السفرة في 4 كرسي و2 كرسي نفس اللون البيج اللي كان موجود معاه. الكحليات مع الكحليات والستارة مع لون الكنبة الصغيرة. ممكن نتكلم على موديل تاني. جاء عميل برضو جاء قال لي باشمهندس أنا عايز الطقم دوت، عايز الكنبتين دول، وفر لي معاهم الفوتوهات بتاعتهم. تكيد الصور مش الواقع بتاعنا. ده التنفيذ جوه شقة العميل بنفس الصور اللي هو اختارها. كنبتين بيج و2 كرسي كحليات، فاختار التابلو كحلي، واختار الستاره بتاعتي كحلي عشان مقلل الكحلي في الجزئيه اللي تحت. السجاده بتاعتي برضو دوت النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي الباليت، اللي هي ما نختارش فيها الوان كتير، نلعب بس على درجتين لون او 3 درجات بحد اقصى. يبقى انا عندي كافيه حاطه في الكوشنز، حاطه في الكنبه الثانيه، حاطه في جزء من السجاد، والستاره هي نفس شكل فكره الفوتيه. بتجي لنا سامي مودرن نقدر نظبط لك النقطه دي مع بعض.